نعتز بها نحن أصدقاؤك، وتعتز بها المدينة، تعتز بها وجدة، على أن أنجبت شاعرا مثلك. فعلا لي شهادة في الكتاب ولم أخبر بهذه الشهادة ولا هذه الشهادة، لا أستغني عن الشهادة التي في الكتاب ربما سأقرأها. وهناك خطأ إشارة، هناك شهادة أخرى للدكتور محمد خزي أبو أسامة لم تكن في فارس، هي خطأ ربما في الطبع. سعيد شافي أتحدث عنه صديق تعرفنا إليه منذ مدة، شاعر فعلا يحب الشعر بكل أصنافه، يستمع للفصيح ويستمع للزجاج، يحب مشايخه ويحب إخوته، ولا يعني يترك يبدي النصيحة للمبتدئين. هو يعيش يعني مع الأجيال كلها. الذي أقوله فيه هو أن سعيد الشافي الذي لاحظته فيه هو الشيخ أحمد زنطار، الشاعر أحمد زنطار، وأن هذا الشاعران يعني بحكم ثقافتهما وبحكم تكوينهما الثقافي والدراسي حتى لهما يعني واحد الطابع اللي لاحظت أنا شخصيا، لهما طابع خاص يعني داخل القصيدة البدوية. ربما يعني القصيدة البدوية غالبا ما كتميل الأوساط الشعبية بشكل كبير كما أشار الإخوان يذكروا أهل الميدان والتخصص، لكن وأنا قرأت سعيد الشافي وكذلك الشيخ أحمد زنطار، كتلقى يعني أنك فعلا هناك تواصل ما بين القصيدة البدوية، هناك تواصل ما بينما هو شعبي وبينما هو يعني ثقافة عالية كما قال الإخوان، بينما هو يعني يلامس مجموعة من الأمور، تجد مصطلحات، تجد أفكار، تجد مواضيع، تجد أشياء التي تدل على أن هذا رجلين، وهذا الرجل هو المحتفى به، له باع في ما يجري حوله، له باع في الثقافة، له باع، وهو الذي يقرأ لنا دائما في الفيسبوك وفي غيره، يقرأ القصيدة الفصيحة ويبدي نصح ويبدي رأيه ويبدي ابتساماته. أعود وأقول شكرا لك أخي سعيد، وهذه الله، ونعم إن شاء الله يأخذ